السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين لقناتي قناة طبخات أمولة. اليوم راح أعمل معاكم بسكويت سمى بسكوت اللبن العدني. هذا كنت أشتريه من المحلات لما كنت في اليمن. طبعا أنا مغتربة فأحاول أعمله في البيت. طبعا بسكوت اللبن يعني حليب، بس هو كذا نسميه. ومكونات الوصفة عبارة عن كاس من السكر وكاس من الزيت وملعقة بيكنج باودر وكاس إلا ربع من لبن الشاي المركز، وأيضا فانيليا ونحتاج شوية، وثلاث ملاعق ونصف من النشا. طبعا دقيق، بس الدقيق بضيفه بعدين للخلطة، لخلطة المكونات بالتدريج لحد ما تتماسك معنا العجينة. ونبدأ مع بعض الخطوات. في البداية بقوم بخلط السكر والزيت والحليب بالخلاط، ومعاهم شوية من الفانيليا. سكبت المكونات الزيت والسكر والحليب وبقوم بخلطهم. وبعد كده بضيف النشا وأقوم بخلطه بهذا الشكل. وبعد كده بعد ما خلطنا النشا بالخليط بنسكب ملعقة البيكنج باودر. طبعا الفانيليا قد حطيته، نكهة الفانيليا حطيته بالخلاط مع اللبن والزيت والسكر اللي عملته. بنقوم بالخلط، وبعد كده بنقوم بسكب الدقيق بالتدريج لحد ما تكون معانا عجينة متماسكة نقدر نشكلها بالراحة. نسكبه بالتدريج. وهكذا نفضل نسكب الدقيق شوية شوية لحد ما تتماسك شوية بعجنة بيدي. بس الآن أحاول أخليها تلم معايا. نفضل نسكب لحد ما تتماسك العجينة شوية، وبعجينة بيدي بعد ما خلطت. تبدأي تلميها بيدك لحد ما تتماسك. طبعا تشوفي لو تحتاج شوية دقيق ولا لا. المهم بوريكم بعدين شكل النهائي بعد ما عجنت بيدي كيف لازم يكون. بحاول اضيف له شوية دقيق لانها لسه لينة. وبعد ما لميتها العجينة واصبحت رطبة متماسكة، شوفوا كيف ما تلصقش العجينة ما تلصقش بالصبع، معناته انه تمام. لان لو لسه بتلصق معناها لسه تحتاج شوية دقيق. اهم شي تكون متماسكة ورطبة، ما تحتاجش عجن كثير. وبعد كده بقوم بتشكيل. بعد كده باخد قطعة صغيرة بهذا الشكل واقوم بعمل شكل حبل كده. بتقولوا ليش ما عملتيها بقوالب؟ لانه انا حابة اعملها نفس الشكل اللي كنت اشتريه من المحلات.
بعدين نقطعه بهذا الشكل. بعدين هو بتنتفخ الحبة في الفرن لأنه فيها بيكنج باودر بشكل هذا أصابع، وبقوم بحطه في صحن الفرن، بملس عليه أو بمسحه بشوية زيت كده، بمسح الصحن بشوية زيت وبدخلهم على فرن ساخن، نحطهم يعني حوالي 15 دقيقة أو 10 دقائق على نار متوسطة، وبعدين تحمروها من فوق، يعني تخلي اللون شوية يحمر. طبعا تخلوها متباعدة شوية عشان ما تتلاصق في الفرن. كمان لما تشكلوا أصابع الكعك تحاولوا انكم تشكلوها بالراحة عشان تعرفوا تتحكموا بالعجينة انها رطبة. وان شاء الله بعدين نشوف كيف بيكون الشكل النهائي. وهذا هو حبيباتي الشكل النهائي لبسكويت اللبن او بسكويت الحليب، لذيذ مع الشاهي ومقرمش عزيزاتي وسهل وبسيط. وايضا عزيزاتي بعد ما تطفوا نار الفرن تقدروا تحطوا 5 دقائق حسب الرغبة، اذا تحبوه مقرمش بزيادة مثلا، واذا ما يكون شفتوه مناسب عادي يعني مش بالضروري. وايضا عزيزاتي بسكويت الحليب نخليه على نار متوسطة عشان ما ينحرق علينا. شوفي بعد 10 دقائق من تحت هل يعني تغير لونه شوية، وبعدين لو لسه تخليه 15 دقيقة أو 20 على حسب ما تشوفي تحمر من تحت، وبعدين تلصي عليه الشواية من فوق عشان يتحمر أو يتغير لونه للبني الفاتح أو الغامق شوية حسب ما تحبي لونه كيف يكون. وبس حبيباتي أتمنى تستفيدوا من وصفاتي وتشتركوا بقناتي، وأهم شي تعملوا كمان لايك وشير عشان يستفيدوا غيركم، وبالعافية على قلوبكم أحلى متابعين.